السلام خوتي وخواتاتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وصحه جيده. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي وقناتكم غزل شانيل. الا كنتوا زوار جداد للقناه فما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش تبقاو ديما تواصلوا بجديد القناه. لايك للفيديو فضلا وليس امرا، وتعاليقكم بخصوص الموضوع. دنيا باطمة تقرر التخلي عن فيلر الشفاه، فخليكم معايا باش تعرفوا التفاصيل. اتخذت الفنانة المغربية دنيا باطمة قرارا غير متوقع يوم الاثنين، حيث قررت أن تتخلى عن فيلر الشفاه. ونشرت دنيا باطمة عبر سطور حسابها على الانستغرام مجموعة فيديوهات وثقت من خلالها مراحل تخلصها من فيلر الشفاه عند نفس الأخصائية التي كانت تقوم عندها بنفخ شفتيها خلال السنوات الماضية. وقالت دنيا أنها بدأت في نفخ شفتيها منذ سنة 2012، وقد حان الوقت لتتخلص من الفيلر القديم العالق في شفتيها. اليوم جيت عند الكبيده درت انا بزاف جيت شفتها شحال ما شفتها ودرت تدويب اخيرا ذوبنا سورتو حيت كانت عندك اون باز قديمه. كانت باز قديمه بزاف، يعني من 2012 ولا 2000. وتم تداول صور دنيا باطمة من عيادة طبيبة تجميل بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر النشطاء عن تأييدهم للقرار الذي اتخذته سليلة عائلة باطمة، معتبرين أن شكل شفتيها لم يكن مناسبا لملامح وجهها. تجدر الإشارة إلى أن باطمة كانت تخضع دوريا لبعض الإجراءات التجميلية كالفيلر والبوتوكس، حيث خضعت عدة مرات لعملية نفخ الشفتين تحديد الدقن تكساس، الأمر الذي كان يعرضها دائما للانتقاد، وذلك بسبب تغير ملامحها بشكل مستمر. فكما سمعت اخوتي، فالفنانة دنيا باطمة قررت تخلى عن فيلر الشفاه، الأمر اللي لقى استحسان من طرف المتابعين وكذلك المحبين. فهنا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا لكم على المشاهدة.